السي اس هذه كتغطيك تكاليف الدراسه والسكن وكتزيدك صالير شهري اللي تقريبا واحد 3000 اريم. صراحه هي منحه زوينه واي واحد غيسمعها غتبان ليه منحه اللي واعره، ولكن بلاتي وكمل معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرف الشروط ديالو وتفهم كاع الامور اللي عليها، وكيفاش تشوف لك كانوا متوفرين فيك ديك الشروط فغير بادر وبدا الدفع وان شاء الله غيكون خير. يا الدراري السلام عليكم، كدايرين لاباس نتوما كاملين بخير؟ معكم حمزه خيمتي في فيديو جديد وفي نهار جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنخصو فقط ندوي لكم على المنح اللي كتقدموا الجامعه الصينيه، وبالخصوص واحد المنحه اللي كتسمى المنحه الحكوميه اللي هي سي اس سي. غادي نطرقوا لها في هذا الفيديو ان شاء الله وغادي نشرحوها باش ان شاء الله تفهموها وتكون عندكم فكره عليها. هذه المنحه هذه راه قليت لي جاجونس اللي كيدويو عليها ولا قليت الناس اللي كيدويو عليها، فقلت ندير عليها فيديو باش كتكون عندك فكره عليها. لايك فولو، حاول تسيبورتي الفيديو ما امكن، بارطاجيه مع صاحبك ولا صاحبتك اللي مهتم يجي يكمل توا قريت انا في الشينوا. خلونا نبدا. اول حاجه نعطيكم واحد الفكره على السي اس سي. السي اس سي هذه كتغطيك تكاليف الدراسه والسكن وكتزيدك صالير شهري اللي تقريبا واحد 3000 اريم. صراحه هي منحه زوينه واي واحد غيسمعها غتبان ليه منحه اللي واعره، ولكن بلاتي وكمل معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرف الشروط ديالو وتفهم كاع الامور اللي عليها، وكيفاش تشوف لك كانوا متوفرين فيك ديك الشروط فغير بادر وبدا الدفع وان شاء الله غيكون خير. قبل ما نطرقوا اكثر على المنح الحكوميه ندوي بعدا على المنح اللي كاينين باش كتكون عندك فكره. بالنسبه لنا في الصين كاين ثلاث انواع المنح. كاين منحه حكوميه اللي قلت لكم اللي معروفه اللي هي السي اس سي، كاين منحه ديال الجهه اللي كتسمى بروفانس سكولارشيب اللي كتعطى كل بروفانس سكولارشيب ديالها بوحدها، هذه كديرها البروفانس باش كتبغي الطلبه يجيو عندها ديك الجهه. وكاينه منحه تاع الجامعات. المنحه ديال السي اس سي نخليوها في الاخر وغندويو على جوج منحات. المنحه ديال البروفانس بعض المرات سوا كتكون كتغطيك تكاليف الدراسه والسكن، بعض المرات كتكون كتغطيك تكاليف الدراسه وتخليك السكن ديالك بوحدك، ولا مره واش بعض المرات يكون واحد المبلغ مالي كيعطيوه لك في العام، نقول لك 10000 ار ام بي 20000 حتى 30000 على حسب كل بروفانس شنو كدير. وهذه المنحه هذه كاينه باش الناس يجيو لذاك الجهه ديالهم ويقراو في الجامعات اللي عندهم في ديك الجهه. والمنحه الثانيه كاينه منحه الجامعه اللي تقريبا كاينه في اغلبيه الجامعات، اي جامعات تقريبا كتعطي المنح. كاين بعض الجامعات اللي ما كيعطيوش اللي بوحدهم، مي كاين بزاف الجامعات كيعطيو، وهذه اللي كيقدموها لي جاجونس واللي كيبيعوها بالاثمنه ديالهم على حساب الدوسي ديالك وشنو جابتك الجامعه. المهم انا غنشرح لكم بالديتاي في هذا الفيديو، وفي هذا الفيديو بغيت نشرح كلشي على خصوص الدراسه في الصين باش كتكون عندكم فكره. اين فوا تمشي تدوي مع اي اجونس ولا اي حاجه تكون عندك فكره وتكون عارف. بالنسبه للمنحه ديال الجامعه يكون ثلاث انواع المنح اللي معروفين ودايرين في السوق، اللي هي منحه ا، منحه بي، ومنحه سي. منحه ا اللي كتغطي لك تكاليف الدراسه والسكن وكتزيد صالير شهري من الفوق. منحه بي كتغطي لك تكاليف الدراسه والسكن، ومنحه سي كتغطي لك ما بين 50% حتى 60% 70% تكاليف الدراسه والسكن. هذه منحه سي اللي شائعه اللي بزاف، وحتى المنح الاخرين كاينين مي كيبقاو على حسب الدوسي ديالك وعلى حسب التخصص اللي بغيتي دير انت. ما تجيش عندك شي اجونس تقول لك بان انا غنبيع لك هذه المنحه، حيت حتى شي اجونس ما في يدها تبيع لك واحد المنحه، كلشي كيبقى على حسب الدوسي ديالو كيفاش الجامعه غتعامل مع الدوسي ديالك. مثلا انت واحد الانسان عندك واحد النقطه اللي كنقولوا مثلا 16 17، عندك التوفل، عندك الايلتس، عندك مثلا الشروط اللي باغاهم ديك الجامعه، فتقدر تعطيك منحه لا تغطي لك تكاليف الدراسه والسكن وتقدر تزيدك صالير شهري من الفوق. وهذه المنحه راه قليل اللي كيشداو، ماشي كلشي كيشدها، يعني قليله الجامعات اللي كتعطى. ومن هنا لقدام السنوات اللي جايين مع الدراسه في الصين غدا وكتعقد شويه، سيرتو ولاو بزاف الناس كيجيو يكملوا قرايتهم هنا في الشينوا، فراه بداو كيتنقصوا من هذه المنحات. واخا هكاك راه باقيين الجامعات كيقدموهم. ندوزو للمنحه اللي قلت لكم اللي هي منحه بي اللي كتغطي لك تكاليف الدراسه والسكن. كاينه بزاف الجامعات كيقدموها وهي كتبقى على حسب الدوسي ديالك، والدوسي راه كندويو على النقط اللي عندك في السانكيام السيزيام والباك، النقط في مواد مختلفه على حسب الفيلير اللي باغي دير ولا الميجر اللي باغي دير، شي حاجه كتبقى على حسب الشواهد اللي عندك وبزاف ديال الامور. وبعض المرات كتدخل فيها حتى الاجونس كيفاش تعاملات مع الدوسي ديالك ولا كيفاش بريزونطاتو للجامعه، حيت كاين شي امور ضروري كل اجونس كتزيدهم باش ان تجيب القبول ديالك لديك الجامعه. المنحه الاخرى اللي هي منحه السي واللي شائعه واللي واخدينها بزاف ديال الطلبه هنايا، هي كتغطي لك 50% حتى 70%. هذه المنحه هذه هي اللي كياخذوها الناس من 10 تقريبا كندويو 13 14 بحال هكا كياخذوا هذه المنحات، وبزاف الناس اللي كيدفعوا كياخذوها. دابا دوينا على المنح ودوينا بان كل منحه كتكلف على حسب الدوسي ديالك. يعني بخلاصه اللي بغيت نقول هذه القضيه تو ما كيقولها لك هو ان ما كاينش لاش الاجونس انها تاخذ معك هذا المبلغ في هذه المنحه وهذا المبلغ في هذه المنحه وهذا المبلغ في هذه المنحه، حيت داكشي اللي كتاخذ مع كل اجونس غير منحه سهله انت وبغات تبيعها لي. المهم دابا حاليا شرحت لكم المنح اللي كاينين، غندوزو للمنحه الاخرى هي منحه السي اس سي، المنحه الحكوميه، وهذه اللي باغيين بزاف الناس يعرفوها، وهذه اللي بزاف الناس ما كتبارطاجيش وما كتوصلش عندهم. الحكومه الصينيه كتعطي واحد المنحه للفوينرز اللي هي منحه السي اس سي اللي كما قلت لكم كتعطيك تكاليف الدراسه والسكن وكتزيد صالير شهري من الفوق اللي كندويو على واحد 5000 درهم اللي هي 3000 ار بي تقريبا ولا 4000 وشي حاجه بحال هكا كتجي. هذه المنحه هذه فيها شروط وماشي اي واحد يقدر ياخذها. اول حاجه انا صعيب تاخذها وانت جاي تقرا باشلر، انا اغلبيه اللي كياخذوها كيكونوا ماستر ولا بي اتش دي اللي هي ماستر ولا الدكتوراه. وهذه المنحه هذه الشروط ديالها هو خص يكون عندك واحد الشواهد ديال اللغه الانجليزيه كندويو على التوفل كندويو على الايلتس، وخص يكون عندك واحد النقاط زوينين بحال ما كانت عندك الايش اس كي وسيرتو ايش اس كي 4 هي الشهاده ديال اللغه الصينيه، فرات هي كتعزز الدوسي ديالك باش انك تقدر تشد. واخا يكونوا بعض المرات كاع عندك هادشي كامل كتبقى انت وزهرك باش ما عندكش شي بزاف، حيت اين فوا كتدخل السيت كتسجل في جامعه وحده. وهنا فين نقدر نقول لكم تقدروا تحتاجوا الوسيط بعض المرات لا، مي بعض المرات تقدروا تحتاجوا الوسيط، حيت الدور ديال هذا الوسيط هذا بحكم التجربه اللي عنده يقدر يعرف واش تقدر تجيبه ولا لا. يعني غيدفع لك الجامعات اللي تقدر تعطيك هاد السي اس سي هذه، واللي مثلا عندك دوسي على قد الحال من جامعه ما كتستمتعش بزاف تقدر تعطيك السي اس سي ويبقى يكون عندك دوسي على قد الحال. المهم كيبقى ديك الساعه هو كيعرف ان الجامعه يقدر يدفع لك ليها في التخصص بيان
بيان سور اللي باغي نتايا. وهذا الشيء فين كتبقى الخدمه ديالنا. فانا كندفع الطلبه هنايا لهاد المنحه هذه منحه حكوميه، سيرتو الدراري ديال الماستر. ديجا انت هنا في شي خديتي الباشلر ديالك فنساعدك ان ندفع لك. الا كنتي باقي في المغرب فنحاولوا ندفعوا لك، وداك الساعه كتبقى زهر سواء تشدها سواء ما تشدهاش. يعني ماشي غنقول لك 100% غتجيك هاد المنحه هذه، ملي كتبقى انت وزهرك ولا انت وكيفاش غتعامل الجامعه مع الدوسي ديالك. المهم هذه هي المنحه السي اس سي، هادو هما الشروط اللي كتوفرهم. بالنسبه للدفع ديالها راه كندويو وثائق عاديين، كندويو على الباسبور ديالك، الباك ولا ليسونس ديالك، الغولوفيت نوت سواء ديال الشهاده المدرسيه ولا الغولوفيت نوت اللي عندك في ليسونس ديالك، حسن السيره ولا كريمينال ريكورد اللي كاين هنا في الشينوا، شهاده التزكيه هي كتجيبها. المهم هادو هما الوثائق تقريبا اللي كتحتاج، وصوره شخصيه، او ديك الساعه الشواهد اللغه الانجليزيه اللي عندك، هادو هما اللي كتدفع بهم للسي اس. وما دام كان في هاد لا فيديو بالنسبه للدراري والدريات اللي باغيين يجيو يكملوا قرايتهم هنا في الشينوا وبغاو شي واحد اللي يتكلف لهم ولا شي واحد اللي يساعدهم انهم يجيو يكملوا قرايتهم هنا في الشينوا، بغيت نقول لكم بان راه كنقدم هاد السيرفيس هذا من العام اللي فات، وحنا كندفعوا للطلبه. بيان سور كان القبول ديال الطلبه في الجامعات اللي بغاو هما وبمنح اللي زوينين. المهم الا كنتي انت انتريسي بغيتي تدفع معايا مرحبا، غادي تواصل معايا، غتلقى النيميرو ديالي في الواتساب تواصل معايا، وداك الساعه وجد لي غير الدوس ديالك وانا غادي ندفع لك. وبالنسبه للجامعات راه ما كاينش شي فرق، الجامعه اللي غتدفع لك ديك لارجونس غندفع لك ليها انا، وغيدفع لك ليها داك خونا اللي كاين هنا، غير شي واحد اللي ما ينصبش عليك بيان سور. وما دام كان في هذا الفيديو كان معكم حمزه، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، كنتمنى نكون عطيتكم فكره شويه على المنح اللي كاينين كتقدمهم الجامعات هنايا ولا المنحه الحكوميه ولا كلشي. كان معكم حمزه، تهلاو لي في راسكم.